وش قلت يا حمد؟ اختار الحين، يا موت انا يا تدخل على زوين. يمه يمه جاوب امك يا حمد، اريد اشوف ولادك قدامي قبل ما اموت. يمه قول، قربت اغضب عليك يا ولادي. لا امشي من هان، امشي، ما هقيتك قاسي هالكثر. امشي، الله يغفر عليك. ادخل عليه الليلة الليلة الحين، بس لا تغضبي علي الوالدة. ذبحتني يا حمد، ذبحتني. الشر اللي ناقع بصدور الناس شر البين والفراق. ام العواصف بتبع أهله في مهاليك الخطر، والسبب ما بي من الشوق المثير. محبي لا يزعل مني، تراني على عهد الصداقة الأولية. أنا على عهد ما يفناه فاني مدى الأيام والدنيا السنية، فلا بنسى وداده لو نساني. محبي بيننا عهود قوية. ما هوى قلبي بعد غيرك بشر، لك حلفت بربي العالي الكبير. لا تعذبني وترويني القهر، ارحم الحبك محب يستجير. مستحيل انساك لو طال المطال، والعمر يقضي وينهيه الدهر. مستحيل انساك، مستحيل انساك.
كانت لحظات مريرة ورهيبة في حياتي وحياة بنتي جواهر بعد زواج حمد من بنت عمه زوينة. كانت جواهر بين الحياة والموت، وتمنيت من ربي ما تنعاد ذيك الأيام، لكن طبع الزمن يجرح ويداوي ويعود يجرح، واللي يعيش يشوف. وأنا عشت مع جواهر أحداث جديدة، شفت من خلالها شخصيات جديدة وأماكن جديدة، بس الأهم من هذا كله الحكاية الجديدة. أنا ظنيت أنها ماتت بعد ما وقعت عنهم العواصف، بس ربك كريم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لحقت جواهر باللحظات والأنفاس الأخيرة، ويا هول ما شفت، يا هول ما شفت. شبيك؟ النار يا عمي شعلت النار من عم العواصف اديها. لولو شبيك؟ شنو بتقولين ام العواصف ونوب النار؟ انا ماني فاهم وش قصدك؟ عمي حمد تجوز على جواهر غصبا عنه يا عمي. ومن اللي يقدر يغصب حمد يتجوز وحده ما يبيها؟ عمتي ام حمد اللي ما يرد لها طلب. ومن تجوز؟ زوينة، ولهالسبب يا عمي جواهر اتفشت على ام العواصف، ما حد يدري وين انا فيها الحين. الديرة مقلوبة يا عمي على بعضها. هذا وقت الفزع. اي يا عمي. يا نواف. اي خير يا خيتي يا وضحة. وش عندك من اخبار يا نواف؟ والله يا خيتي لا خبر ولا علم للحين. والراي يا اخوي بنتي عمنا يصير معها اللي صار وحنا قاعدين بالبيت. اي بالله انك صادقه، اي بالله يا خيتي. اي لا هذه جواهر، جواهر الغاليه. اسمعي يا خيتي. انت روح البيت عمي ابو عناد، وانا اجهز حالي الحين واروح واجيب لك الاخبار ان شاء الله. بارك الله بيك يا اخوي، تبقى جواهر بنت عمك ومثل اختك بعد. يلا بالاذن. مثل اختي؟ لا بالله ما منها مثل اختي. هذه جواهر الغاليه. اي بالله. يلا أريد أختلي بروحي يا محمد. اللي تشوفه يا طويل العمر. روح أنت الحين. تامر طال عمرك. يا ساتر يا رب. عمتي سلامتك يا عمتي. سنديني يا زوينة. تامر يا عمتي.
وين رحت يا لولو؟ رحت بيت الشيخ جاسم، ترى هو اللي يقدر يفك عقدتها. قلتي له؟ هالعاد ما يجيبها الا رجالها. خير فعلتي خير فعلتي يا لولو. يا خلف، وش هالهم وش هالبلوى؟ غيمه وتزول يا بنت عمي. والله حالة عمي حمد تصعب على الكافر يا خلف. ايه وانت صادقة. يا عمي حمد، يا عمتي جواهر. الله يكون بعون الجميع يا خلف، الله يكون بعون الجميع. شايف لك ايام سودة يا لولو، الله يستر منها. كيف الله الشر يا خلف، كيف الله الشر؟ ايه يحسبيها، فكر لقدام يا لولو، والله لا تشعل نار بين عمتي جواهر اللي ما تطيق مره وبين زوينها اللي متقرمطه بعمي حمد تقرميط. واقع عليه مثل وقعة غراب البين. ما تدري انه ما يحبها، يحب جواهر ويموت بيها. بس ما يخالف شور عمي ابو حمد وعمتي ام حمد. عرفتي وش وده يصير يا لولو؟ بالله عرفت. ما قلت لك؟ عنا وش بدنا نسوي؟ حنا وين ما عمي حمد يروح نروح، دايما ويا عمي حمد ويا عمتي جواهر، ومثل ما قال صاحب المثل الرجل وين ما تحب تدب. لا يا خلف، إذا زوينة سمعت هالكلام هذا ترى تخرب بيتنا، خليك ساكت الله يرضى عليك. لا تقولي خليك ساكت يرضى عليك، قولي يا خلف كل هوا واسكت. حنا وش بدنا نسوي؟ وش بلانا انا وانت من صباح الصبح ونحن نفكر بالهواجيس ولا شرار يا بنت الناس؟ ما هو الشر حولنا وحوالينا يا خلف. يا عمي حمد وينك الحين؟ وينك يا عمتي جواهر بس وينك؟ الله يكون بعونك يا عمي ابو حمد، الله يكون بعونك يا عمتي ام حمد. وانت صادقة. امشي يا خلف. وين حمد؟ الحين يعود. تلاقيه متكدر، تلاقيه تبع اثر جواهر. قل له يا عمتي حمد ما يقبل يزعل امه لجل مريته، حتى لو لحقها لديرتها. جواهر عنيده وراسها يابس، ما ظنيتها تعود لديرتنا بعد اللي سمعته منه. قولي هيك؟ يا عمتي زوبعة وتزول، ترى الحكم الصعب ما يمر بسهولة، لابد ما يصير هرج وصياح. تلاقي الشيخ الحين اتكدر وزعلان مني، الحين يلومني، يظن اني طفشت حمد. عمي لا عمي كان معك، عمي رجل حكيم، اذا يلومك يلوم روحه، لانه روحك وروحه يا عمتي، روحينا بروح. يا عمتي صحتك عندي بالدنيا يا عمتي. الله يرضى عليك. يا ويلي يا ويلي، وش اللي سويتيه يا مزنة؟ وش اللي سويتيه يا مزنة؟ لا يا عمتي وش اللي سويتيه يا مزنة؟ ويلي. وضحى يا وضحى، وين راحت وضحى؟ يعاونك يا نواف. اي وينك يا وضحى؟ الديره قايمه قاعده وانت شايله هالحطب. ليه ما انت مع عمك بمصيبته؟ اي ما طقت اشوف بنت عمي جواهر وهي بهالحال، قطعت قلبي. اي بالله قطعت قلبي. ما علينا، ما هي من يومها مقطع قلبي. يا جواهر، لو انك رديتي على ولد عمك يا جواهر كان ما صار اللي صار. البدر عن عيني تذرب سحاب، والكون في مجرات سيره تعايد. نار الغضاوي هبهي والهباب، هالكيف فيها وانت عنا تذريت. ما ينفع المفجوع كثرة الطلاب، ولا تنفع الحسرات. يا ليت يا ليت. لسانك اللي ينطق ولا لسان حمد؟ ما هو همه همي وجرحه جرحي،
وناره ناري. غيمة وتزول يا طويل العمر. يا خوف الحساد ياخذون الخبر والصيد ونصير على لسان كل شاهد. حاشاك طال عمرك. تدرين وسط كل هالطاعة اللي صارت وش اللي حسيت بيه؟ وش اللي حسيت بيه يا طويل العمر؟ حسيت اني مخطي بحق جواهر، وانا خاف ربي واخاف اواجهه وانا مخطي بحقها. عداك العيب يا ابو حمد. وين شرك حمد؟ تلاقيه تبع اثر جواهر، لزوما يراضيها حتى تعود لبيتها، ويمكن هي تزعل يوم يومين بس مردودها لبيتها، ويوم من تنطفي النار وتصير رماد كل حي يعود الهلو، مثل الطير يعود العش. ايه مثل الطير يعود العش. قدامي اريد اقول لك كلمتين خلاوي قدامي. تعمل يوبا. اسمع يا نواف، جواهر على ذمة جوزها الشيخ حمد، اياك تطري سيرتها على لسانك، انت فاهم؟ الشيء اللي مبني على اساس الغلط يظل غلط يا خيتي. اي وش قصدك يا اخوي؟ افهميها مثل ما تفهميها. علمني يا اخوي، فهمي قليل، علمني انت. هي زين اعلمك انا. الاولى ما حدا شاورني يوم جوز عمي الحمد هذا، والثانية أنا وجواهر كنا نرعى البل وحنا جهال. يا ليتنا ما كبرنا ولا كبرت الإبل. ومن قال إنك كبرت يا نواف؟ أنت للحين تتصرف مثل الجهال يا أخوي. والثالثة والأهم ما يضيع حق وراهم طالب. ولك نفس تاكلين بعد اللي سويتيه يا زوينه؟ وانا وش سويت يبا؟ وش السؤال اللي سويتيها قدام دار عمك مطلق؟ توقفين مع عمتك مزنه وتقولين اللي تقوليه؟ ما فهمت مقصودك يبا. بيه بنت تطلب اللي طلبتيه من حمد؟ مو زوجي على سنة الله ورسوله؟ ايه بس بيه شيء اسمه الحياه. اللي تستحي من ولد عمها يبا ما تخلف عيال، مو هيك تقول العرب؟ العرب تقول اللي يستحي من بنت عمه ما يجيب عيال، ما قالوا اللي تستحي من ولد عمها. والله هذا حقي وانا دافع عن حقي. تنكر انه زوجي؟ الا ما انكر بس داك الله يبا، ترى اللي تسكت عن حقها يضيع، ورب العالمين ما يسمع من ساكت. وانا انسكت عن حقي ترى جواهر تاكله، وجواهر مهي قليله، واذا عندك حل ثاني يبا قوله. ما ظنيت عينك تصير قويه هالشكل. انا ربيتك وعلمتك حتى تصيرين اديبه مع الكل، خاصه مع ابوك. هلا بالشيخ جاسر. وينه حمد يا خلف؟ طلع مشوار. لوين المشوار؟ انطق قول. ما ادري يا شيخ. لا تخفي عني علوم اخويا خلف. وش صار بجواهر؟ لا عاد صحيح اللي سمعته. وش اللي سمعته يا شيخ؟ جواهر ماتت؟ انت جواهر! انت جواهر!
الجرح الخطير ما غضى جفني ولا لي نوم طاب، والنة الماخوذ من قومه أسير يرضف، والنة الماخوذ من قومه أسير يرضف الونات مأسور مصاب. ويلي عمتي جواهر، عمتي جواهر، عمتي جواهر، ما دامكم خايفين على الشيخ ليه تصيحوا؟ سكت مرتك يا خلف. اسكتي اسكتي يا لولو اسكتي. شلون اسكت يا خلف؟ قل لي شلون اسكت؟ عمي عمتي جواهر شلون اسكت؟ اسكتي خاف الله يسمعك الشيخ. ابو حمد ويطم ساكت. كفى الله الشر يا خلف، كفى الله الشر. اسكتي اسكتي يا لولو وروحي بيتك. اخاف تسمعك عمتي يا محمد وتسالك وانت تقولين كل شيء. لا تامر يا خلف. ويلي روحي البيت روحي. ترى عمي مطلق يحب جواهر اسود من ولده. ويلي ادري يا لولو بس الحين روحي البيت روحي ولا تصيحين روحي. تامر اويلي عليك يا عمي. اي والله صادقه انه عمي الشيخ مطلق يحبها ازود من ولده. قل لي يا خلف، يعونك عمي. وين القى حمد الحين؟ وكاد انه راح لديرة جواهر. ما هو بديرة جواهر، لا هو ولا ابو جواهر ولا ام جواهر. الناس يقولوا لفوا عندكم هني. لا يا عمي ما حد لفاني. يكون اخذها للمستشفى. يمكن يا عمي. لزوم اروح اشوفه هناك. اشوف المستشفى الرئيسي. عجل يا عمي وتطمن عليهم وطمني على حمد. خاف الله يصير به شيء بعد جواهر. وش تساوي سيارة الشيخ جاسم قدام قصر عمي مطلق؟ وش دراني يا عمتي؟ لولو علامة تبكي؟ ما في شيء يا عمتي. صار شيء؟ لله ما صار شيء. لولو اسمعي، ترى والله إن عرفت بعدين إنه صار شيء وخبيتيه عني لسانك شو قصة؟ علميني الحين. ما في شيء. خلف ضربني لهالسبب أبكي. كذوبة، خلف عمره ما ضربك ولا مد يده عليك. علميني الحين وش صار؟ يا عمتي قلت لك ما في شيء. احلفي بالله بعد بيه شيء. قولي ترى ان ما قلت الحين وش صار الا خبر عمتي ومحمد انك تنقلين اخبارها كلها لعندي. حرام عليك يا عمتي، حرام عليك. هذا شي زعلتي لاني كنت اقول لك الاخبار اول باول. العاد الويش الحين عند هذه العلومة وقفتي. معناته الكلام انه العلومة مهمة واجد. زين يا عمتي اقول لك ايه بس ما تزعلين مني. لله ما ازعل. عمتي جواهر. علامة جواهر ماتت يا عمتي. ما وش قلتي؟ علامة جواهر. ما سمعت. أقول لك ماتت يا حمدي ماتت. حمد دكتور عواد حياك الله، كيف حالك؟ الله يحييك، كل خبري بيك انك بلندن. لندن خلصت من 2 واخذت الزماله والان اشتغلت 2 بهمر سميث هوسبيتال. ما شاء الله، الله يوفقك. وش اخبار زوجتي دكتور؟ ظنك بتعيش؟ زوجتك بغيبوبه يا احمد. غيبوبه؟ وش هالغيبوبه هذه؟ شو منها دكتور؟
يعني كوما يا دكتور؟ اي نعم كوما، بس يعني حسبي الله ونعم الوكيل. صبرك بالله يا حمد، احنا الآن قاعدين نجري كافة الفحوصات اللازمة حتى نعرف سبب الغيبوبة هذه. انت متوكد يا دكتور انها غيبوبة؟ ما يجوز انها صدمة نفسية ولا شيء؟ نفس المعنى. احنا عموما نحاول نجري فحوصات للقلب والأعصاب، ناخذ عدة صور، لازم نحدد السبب بالضبط، ولما ينعرف السبب ساعتها نقدر نتصرف. أنا إذنك يا حمد، شد حيلك. تفضل. مع السلامة. يا الله. ايه يا العنود، ما ينفع الحكي على التلفون لما تجيني اعلمك. انتظرك. ايه بمان الله. ايه يا لخو. هلا بنت الهجاوي. ايه هريد زوينة، وين الاقيها؟ زوينة بالقصر داخل، تلاقينها داخل. ايه زين، تسلم يا لخو. حياك، يا هلا يا هلا. أخفي دموعي عن يحسون الأقراب، ولا حسود ياخذ الخبر والصيت. ليه صابني من سيد تلعات الأرقاب، اللي جعلني هو بحي ولا ميت. صاب الحشايا شوق ومسيت مصطاب، وانا الذي يا زين شرواتك بليد. هلا بالعنود، هلا بصواحبتي، هلا برفيقة الصبا، هلا بالورد، هلا باللي قلبي طلبها. هلا اشوفك اليوم شاعرة يا زوينة، وش اللي صار بغيابي؟ الفرج العنود، الفرج يجيب الشعر والهام. ايه تدرين يا زوينة، هذوي النوبة ترحبين بي وتهللين، والشوق زايد. اليوم غير، انا الحين غير. وش اللي غيرك؟ طول عمرك تغارين مني وما تريدين رفقتي. الوش غار منك وانتي رفيقتي ونيستي. ايه لين اقول الشعر وكتبه، ولينه يعني مثل رسمك. زوينة والله انك زوينة. ايه هذا انت عرفتيها، وانا اليوم اشهد انك زوينة وزوين مني ومن 100 مثلي. على هونك يا زوينة، وكاتبه شيء ورا هالمديحة اللي نازل علي بالقنطار. وانا اعترف لك انه بي. ايه هاتي سمعيني، وش سبب سعادتك؟ يا العنود، انا يا العنود ذقت المر، وربي بلاني بولد عمي اللي اريده، بس هو كان معي حذر ومرتاب. تتزوج غريبة، ما هي من ثوبنا ولا من ديرتنا، بس بنت العم تصبر، واللي تصبر وكاد تنول. يا العنود، لو سمعتي ونتي، ونت مجروحة تبكي وتشكي. وبعدين نلتم. يا العنود، حبه بقلبي، حبه بقلبي ألذ
ألذ من اللبن. ايه وما لقيتي ألذ من اللبن؟ ايه ترى انا احب اللبن كثير. المهم وش لك بتقول السيرة؟ ماتت الغريبة. وش هالسالفة يا زوينة؟ ماتت؟ ارتاحت وريحت. حرام عليش يا زوينة، الطعن بالميت حرام. تقولين حرام بعد اللي سببته بحشال؟ تقولين حرام؟ حقك تزعلين علي انا؟ تحلل اروح ابشر عمي وعمتي. جفني جفا ما غفت العين بنعاس، أسهر مع كل النجوم المراويس. أنت عندي قلبي وروحي والإحساس، وأنت الذي لك في فؤادي مداسيس. تدرين يا مزنة، تدرين ان اولادنا اللي نتعب ونشقى لاجل نخلفهم ونسعدهم هم همنا وموتنا؟ لا عاش الموت وطاريه يا طويل العمر، وش جابوا على بالك؟ قلوبنا الشفوقة عليهم تتعب وتعذب. لعاد وش تسمين الهم القتال؟ ما هو موت. لا اسميها وجيز طال عمرك، لكن وش جاب سيرة الموت على بالك؟ والله ما ادري، لكن اشمه بالهوى بالجو. هلا زوين، هلا اقعد. ما وصلتكم العلوم؟ علوم الخير ان شاء الله. بشري الشيخ جاسم لفانا يحمل علوم. الشيخ جاسم ولدي وينه؟ قلبه ما طوعه يعلمكم، رمى العلوم وطار. علامة يا زوينة تسولفين بالالغاز. ما هي الغاز يا عمتي، الشيخ جاسم يقول انه جواهر. علامة جواهر؟ وش بلاها جواهر؟ صار لها شيء؟ جواهر ماتت. يا غراب البين. يا هزاع يا عونك يا عم الشيخ. أنا شاعر. شاعر بيش يا عمي؟ ماني مريض، ما تتوجع، أقول لك أنا شاعر، يعني أقول شعر. إي بالله شاعر وشاعر بعد. أنا شيخ. إي بالله إنك الشيخ ومثلك يصلح للشيخة بعد. إي أنا فارس. إي بالله فارس، إي بالله إنك الفارس. لعاد ليه ماني شيخ العزازمة؟ ليه تطير مني بنت عمي وأنا ساكت؟ نصيب يا عمي نصيب. ينطي الخبز لله ما له سنو. لا اعتراض على حكمه، بس لا يا هزاع، أنا لها وهي لي. من هي يا عمي؟ باكر تفهم يا هزاع، باكر تفهم.
كل نتائج الفحوصات تدل على أنها سليمة عضويا. الحمد لله. يعني تفيق يا دكتور؟ العلم عند الله. ودي أسألك يا عواد، أعصابها سليمة؟ الظاهر أنها مصابة بصدمة نفسية عنيفة، هذا بالإضافة إلى الصدمة الجسدية على أثر سقوطها عن الفرس. ماني فاهمة، والنتيجة يعني؟ صبري يا ام عناد، خلي الدكتور يكمل ويقول لنا النتيجة، لا تقاطعيه. أهم شيء الآن أن احنا نتركها ترتاح وتستقر شوية. وأنا الحقيقة بقترح أنكم تعودوا على البيت، ما في داعي لوجودكم. وش اللي تقول يا دكتور؟ نترك بيتنا ونروح؟ يا أبو عناد، الغيبوبة بهالحالة تطول، لسه بقية التحاليل. أنا قاعدة هنية عند بنيتي. يا حاجة الغيبوبة تطول شهر وشهرين. شهر وشهرين؟ وأحيانا سنة وسنتين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ستر الله، المسألة خطيرة لهالدرجة يا دكتور؟ حمد تعال معي شوي. زين تفضل. طمني يا عواد. عود يا حمد على بيتك، السالفة طويلة يبغى لها صبر. وش قصدك يا عواد؟ جواهر ودها وقت طويل لتصحى من غيبوبتها؟ الله أعلم. الغيبوبة بهالحالة يا حمد أسبابها غامضة. أنا أدري. حمد، هلا أخوي، وش علوم جواهر يا أخوي؟ أدميت جرح في الحشام وجعني، والقلب عرضت لضي المقاوي، أصبر على هجره ولو صد عني، وابقى على عهد الصديق الغلاوي. انت الجدير اللي بك يطيب ظني، لا تواخذ القلب الصفي العفاوي. انك السموحة والمثل جاك مني، جدواك يا عين العديم الضراوي، أسدل سدوله في قتامه ودني، عم الجوى وامسى على الأرض جاوي. حكم المحبة هجاني حرماني، ويجير بالمحكوم، كني قتيل أسناني عدماني، ولا ذريج سهوم. بعدها صغيرة طفلة، الله عليك يا الموت، لزوم تزور العود مثلي. عدوينك إن شاء الله يا أبو حمد، ريت المنايا تحوم على انذال، برا هو بعيد يا طويل العمر. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، اللهم لا اعتراض على حكمك. لكن جواهر الوردة، جواهر يمكن حكمته يحل عذاب حمد وعذابي. ولله في خلقه شؤون. كانت تنور الأرض اللي تمشي عليها. الله يرحمك ويحسن إليك يا جواهر. هذا الله وهذه حكمته. وين الشيخ جاسم؟ ما ادري يا عمي، علم خلف ولولو وما حب يعلمكم، طلع ما ادري لوين. زين، نادي خلف ولولو. تامري يا عمتي. دكتور، ننقلها لندن، ألمانيا. ما يفيد يا شيخ جاسم. يا اخوي جاسم، انا لو ادري في مكان متطور بيها الطب اكثر من هان كنت انقلها اليابان ولا حتى الصين. يا جماعة أنا فاهم مشاعركم،
لكن ما في فايدة. يعني ما بيه حل يا دكتور؟ شيخ جاسم، ممكن أطلب منك طلب؟ أنت تامر يا دكتور. العفو. تاخذ الشيخ حمد وترجع وياه على البيت، وأنا بتابع الحالة بإذن الله، وأي جديد يجد أو طارئ أتلفن عليكم. يعطيك العافية. أنا ذنكم. يلا يا حمد.